السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. صباح الفل، صباح الهنا عليكم. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، الشمس معانا زي العسل النهارده اهي. الجو بسم الله ما شاء الله يعني دافي كده وجميل. قلنا نطلع بقى نسيب الطيور بتاعتنا كده في الشمس. شوية عكاوس كده برضو فايدين عندنا جبناها لهم. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، البط بتاعنا زي العسل اهو. واي حاجه بنحطها بقى بلم عليكي بقى، بنضف بقى حواليك اي حاجه بقى فايضه عندك في المطبخ بقى، ما من قشر بطاطس بواقي اي حاجه بتحطها لهم في السن اللي هو فيه ده، وبقى لهم 3 اشهر اهو. بسم الله ما شاء الله، اي حاجه بياكلوها. اهم حاجه لهم الميه، بتكتر لهم الميه وبتزود قدامهم الميه، بحيث انت عارفه البط بيحب الرطرطه في الميه وبيحب الميه زياده قدامه. زي ما انتم شايفين كده مكتره لهم الميه اهو. حاطه لهم سقايه برضه وبتاع جردل ملان اهو، بحيث زي ما انا قلت لك الميه اهم حاجه قدام البط بتاعك في ايه. في كل ما بيكبر البط معاك كل ما بيعوز رطرطه ميه وبيعوز الميه كتير قدام. النهارده يا جماعه انا سائله على الكتكوت. الكتكوت ب20 جنيه. مش عارفه غلو دول ايه يعني، ما مش على دخلة رمضان بقى ولا عشان المعروض قليل في السوق. انتوا كنتوا عارفين الايام الهوجه اللي فاتت دي كانوا بيعدموا كتير، وكانوا برضو برموا كتير، فالامهات برضو كانوا مستغنيين عنها وكانوا بيبيعوها. فالله اعلم بقى غلو الكتكوت دي عشان العرض قليل مفيش كتاكيت كتيره في السوق، ولا عشان دخلة رمضان بالظبط، والله ما نعرف. فربنا يرخص كل حاجه يا رب ان شاء الله، وينزلوا شويه قبل دخلة رمضان عشان نبقى نجيب مع بعض ان شاء الله دوره كده على قدنا. ربنا يسهل ان شاء الله. زي ما انتم شايفين، زي ما انا قلت لكم دي بواقي اكل. الحيوانه معاك اما بتكبر ما بتشيلش همها بقى في العلف، لا تشتري علف ولا حاجه، اي بواقي اكل عندك تنضف حواليك يعني. الشمس النهارده مدفيه الحته كده والحته دافيه بسم الله ما شاء الله. طوبه يعني كانت ماشيه معانا عالي العال كل الشهر، فربنا يسلم ان شاء الله باذن الله الاخره كده وتفضل زي ما هي. السنه اللي فاتت لو كنتوا فاكرين معايا، السنه اللي فاتت في شهر طوبه دي كان الجو تلج وكان شتاء بالدنيا. السنه دي بسم الله ما شاء الله طوبه يعني ايه، مظبطه الحال معانا قوي. فربنا يسهل ان شاء الله كده وتفضل لاخرها كده. ما عادش فيها حاجه يعني، حاجات بسيطه بتهيألي. ده المكان اللي انا ببيتهم فيه، وفاتحه على طول النهار كده ايه، بطلعهم زي الوقت كده واسيبهم بقى ايه، الشمس ايه تنشف تحتهم كده زي ما انتم شايفين. كل اللي قدامهم دي بواقي اكل، من ضمنه قشر بطاطس على بصل وقشر توم كل حاجه. عندنا هنا حمامتين بسم الله ما شاء الله، طول النهار وطول الليل بمشيهم مش راضيين يمشوا، قاعدين مع الطيور بقى بياكلوا وبيشربوا معاهم كده. زي ما انتم شايفين كده بقالهم يجي اسبوع. الحمام بالذات اللي جبته ما عرفتش اربيه، مش ما عرفتش، ما يعني ايه، ماليش غيه في قد كده. البط بتاعنا 3 شهور بسم الله ما شاء الله زي العسل اهو. كيس ريش علاولة اهو. اللي مسكوا فيه يا جماعه، اللي يشوفوا يقول ده بلدي، شكل البلدي بالظبط. الحيوانة تقولك مشيني ولا تأكليني. السطح يعني ايه، نضيف والشمس عليه كده والجو جميل، فالحيوانة معاك بتيجي اليوم بيومين تبقى مبسوطة من النظافة اللي تحتها، على طول تكنسي تحتها وتنضفي تحتها.
الكيلو الفراخ البلدي النهارده ب70 جنيه. البلد الحر يعني مش استاس ولا الهجينة ولا حاجة، البلد الحر زي ده اهو كده، الكيلو فيه ب70. الواحد بيخلص مصالحه ويطلع يقعد كده طول النهار، مادام الشمس حلوة والجو مساعد النفر، ويقعد حواليهم كده طول النهار، ينقي شوية رز، يعمل أي حاجة حواليهم كده، وبيقعد طول النهار ايه على السطح. زي ما انتم شايفين كده الشمس حامية بسم الله ما شاء الله زي العسل اهي، جميلة والشمس زي العسل. ما بنحسدش طوبة، ربنا يعديها على خير بس وتعدي كده معانا ايه على خير. كل سنة وانتم طيبين. شهر التاني هيبدأ اهو بقى، ما عادش حاجة عن رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله كده شهر الخير واليمن والبركات علينا، ويدخل علينا بالهنا والسعادة واليمن والبركات يا رب إن شاء الله، علينا وعلى أمة لا إله إلا الله أجمعين. وارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب. ارحم أبويا وأمي وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. كده فطروا بقى كده وإيه، زي ما انتم شايفين كده لسه كمان بواقي أكل قدامهم أهو. زي ما أنا قلت لكم دي كل حاجة فايضة عندي بجيبها ما برميهاش أهو، أي حاجة فايضة بجيبها. فطروا هما، لا الواحد بيتكلف حاجة ولا اشترى لهم أكل ولا أي حاجة من البيت، بواقي أكل، قشر بطاطس، قشر بصل، قشر توم، بواقي أكل عندك أهو. واحد ما عادش بيشتغل همهم بقى إيه في سنهم دي، أي حاجة بياكلوها لموا عليك، يعني بنضفوا حواليك المطبخ. فده كان الروتين بتاعي معاكم حبايب قلبي النهارده، ودي كان يومي معاكم النهارده. يا رب كل الفيديوهات خفيفه عليكم وما اكونش بتقل عليكم، وتكونوا بتستفادوا منها اي حاجه. احنا بنحب ندردش مع بعض، انا عارفه ان انتوا كلكم شطار وكلكم بسم الله ما شاء الله، إيه يعني في تربيه الطيور مية مية، بس هي معلومات بسيطه بتفيد اللي لسه مبتدئ او لسه عايز يجرب تربيه الطيور. فربنا يا رب يكرم الناس كلها يا رب، وما يخسرش تعب حد. وزي ما انا قلت لك الطيور بتاعتك النظافه اهم حاجه، ويكون تحتها نضيف وناشف مش مبلول في اليومين الشتا اللي احنا فيهم ده. فدي كان يومي معاكم النهارده، ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.